اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل محشي بتنجان وكوسه وفلفل. بوريكم البتنجان صغنن ازاي، وعملنا التسبيكه. طبعا انا عاملاها معاكم كتير على القناه وحبيتش اطول عليكم الفيديو. وهنا بقى انا ميه بقى هنسلق فيها الفراخ انا عامله فيها ايه، غسلها بالملح والليمون، وبعد كده حشيتها بقى ببصل وفلفل اسمر وسبع بهارات وقرفه وملح وروزماري وزعتر. جوه تحت الجلد كده هو بحشيها، بدمج طبعا البصل بالتوابل ديت، وتحت الجلد بحشيها. وبحط في الشوربه زي ما انتم شايفين كده فلفل اسمر وسبع بهارات وقرفه، وحبه الحبهان، 4 حبهان وورقتين راوري كده او 3 وطماطمايه. بتبقى الشوربه زي العسل، كان ريحتها جميله بألف هنا وشفا. وحطينا ملح، طبعا احنا ملحنا الفراخ من تحت وتبلناها بالتوابل، وطبعا في الشوربه برضو عشان هنسقي بيها المحشي بتاعنا. جميله 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 كانت ما شاء الله. بعد كده خلاص خلصنا بقى، هنروح للتسبيكه. خلاص كده التسبيكه اتسبكت، هنحط لها التكايه بتاعتنا وهي نعناع. النعناع بيدي للمحشي ريحه وطعم جميل وبيمنع اي تقلصات. وبنحط معلقه سكر صغنونه عشان خاطر الحموضه اللي في الطماطم تتشال برضو. وبعد كده هنروح بقى ايه، غسلت الرز ومحضره طبعا الخضره غسلاها ومصفياها، وهنحشي المحشي. وهنا الفراخ دخلت في التسويه، هحشي المحشي وبعد كده اسقيه. بصوا بقى الرز دمجته مع الخضره مع الرز والصلصه بتاعتنا احمر ازاي. وادي البتنجان والفلفل والكوسه هنحشيهم، والفراخ بتاعتنا عامله زي المشويه.